لم يقتصر الاحتفال بعيد الشجرة هذه السنة على الفضاءات المفتوحة، بل كانت بادرة وزارة الصحة أن يقع زرع شجرة في مشفى الرابطة كمرفق عمومي صحي. بادرة هادفة تزامنت مع حملة نظافة لاقت تجاوبا من قبل عدة أطراف، وخاصة الأطفال الذين كانوا متواجدين ببراءتهم ولمساتهم الخاصة التي عبرت بالقلم والصورة عن حب جارف للطبيعة. ولأن تأصيل الثقافة البيئية يبدأ من الفرع، فقد ساهم الأطفال في غرس شجرة زيتون كرمز للسلام. والجانب الاجتماعي هذا اللي هو اللي خولنا باش أنه نشاركوا اليوم في عيد الشجرة، ومعناتها اللي تزامنت عيد الشجرة اللي هي يعني معناتها عيد وطني تزامن مع يومي حملة نظافة قامت بها مستشفى الرابطة. كل الأطراف تجاوبت وأكدت على أهمية عيد الشجرة كعيد وطني. وإحنا حتى واحد ما ينكر أنه في بلادنا منذ عدة سنوات نقوموا بالعيد هذايا، ونعتبروها الشجرة هي مؤشر أو سند لحماية البيئة متاعنا، وقيمتها ما نجموش نتجاوزوها لأنه هي العنصر الحيوي في معيشتنا وفي حياتنا. الأطفال عبروا بكلمة بريئة على أهمية عيد الشجرة باعتبارها تمثل بالنسبة لهم رمزا للحياة. غرسنا باش نغرسوا بعض الشجيرات ونساهموا في الحملة تاع النظافة، والشجرة اللي هي أساس البيئة. أنا اليوم جيت لهنا باش نساهم في حملة النظافة وباش نساهم في غرس الأشجار، وشاركت في مسابقة للرسم، صورت حاجات تعبر على الطبيعة وعلى الشجرة. الاحتفال بعيد الشجرة لا يزال عادة سنوية تحاول السلطات تشريك الأطفال فيها، إلا أن تركيز ثقافة بيئية لدى الناشئة يتطلب اهتماما متواصلا.